كويس. عمل ايه؟ جوعنا. ما عملش حاجه غير انه جوعنا. ما عندهمش انجازات؟ ما فيش. ايه الانجازات اللي عملها؟ يقول للشعب ايه الانجازات اللي عملها ويسيب الشعب يقول رايه فيه، مش اكتر من كده. ربنا يستر علينا يعني. هو البلد دي رايحه في داهيه كده كده يعني، ان شاء الله يعني ما قطعش ان شاء الله يعني. مش بيقولوا ان هو اتنازل عن نص ثروته لمصر؟ اهي مصر اهي، انت شايفها. ايه رايك في العمار اللي كل الناس طلع عليها كشف الحساب على جدتك. الموضوع مش مستاهل كشف حساب. بتجيب السكر بكام؟ هتتجوز بكام؟ انت هتتجوز بكام وازاي؟ انهي انجازات؟ بطلوا تضحكوا على الشعب وعلى الناس، حرام عليكم. فين الانجازات؟ البلد عماله تنزل. احنا هنبقى كده في البلد ليه؟ ازاي حالي؟ ليه؟ حال البلد الناس تقف تشحت الاكل ليه؟ اروح لدكتور كشف ب 400 جنيه ليه؟ ماشيه بقول لنفسي هكشف ولا هاكل في رمضان ليه؟ عشان ايه؟ 36 جنيه. عشان ايه؟ عشان ايه اللي احنا فيه ده؟ عشان ايه؟ عشان ايه الجبروت اللي فيه ده؟ هو عايز ايه مننا؟ عايز ايه من الشعب؟ ليه بيعمل فينا كده ليه؟ بجد انا بتكلم بجد، ليه بيعمل فينا كده؟ بيعمل ايه هو؟ بيعمل ايه؟ كويس. عمل ايه؟ جوعنا. ما عملش حاجه غير انه جوعنا. ما عندهمش انجازات؟ ما فيش. ايه الانجازات اللي عملها؟ يقول للشعب ايه الانجازات اللي عملها ويسيب الشعب يقول رايه فيه، مش اكتر من كده. ما يموتوش. لا ما يموتناش، احنا جعانين واقفين طوابير اهو. انا مشت اتصدمت. شاب رغيف عيش. بقول ايه ده؟ قالوا بيشحتوا اكل ليه؟ انا رايح اكشف وها على فكره من المنظر اللي انا شفته. عشان ايه المنظر ده؟ طب رئيس السيسي انا يا نهار اسود بتنحى عن الموضوع ده. احنا فين؟ احنا دخلنا. انا ما عنديش كلام اقوله اصلا، انا عندي يأس وملل. الرئيس قال الدنيا هتبقى حلوه. حلوه ايه؟ بقى له 4 سنين وبيقول لسه امسك 4 سنين تاني. بتاع ايه يمسك 4 سنين تاني؟ عمل لنا ايه الا جوعنا وشحتنا. وموت عيالنا. بنروح التموين نقول هناخد سكر ولا هناخد زيت ولا هناخد رز، بنختار. الرئيس قدم انجازات كتير، عمل انجازات كتير في ال4 سنين دول. ايه هي؟ قول لي عليها. عمل كباري وعمل مشاريع وعمل. انا مش عايزه، انا عايزه اكل. ولا ايه؟ انا عايزه اكل. انجازات ايه اللي بتتكلم عليها؟ وعايز تقنع الناس وتتكلم ايه؟ سوريا ايه؟ سوريا عشان الرئيس بتاع سوريا، الجيش بتاع سوريا بيضرب سوريا بالطيارات. اللي بيدمر البلاد الرؤساء اللي عايزين الحكم وعايزين السلطه، اللي بيستخدموا جيشهم عشان يقتلوا شعبهم عشان يفضل على الكرسي. انجازات ايه وكباري ايه؟ الدولار بكام؟ بيجيب السكر بكام؟ هتتجوز بكام؟ انت هتتجوز بكام وازاي؟ انهي انجازات؟ بطلوا تضحكوا على الشعب وعلى الناس، حرام عليكم. فين الانجازات؟ البلد عماله تنزل. كباري ايه؟ كباري اللي بياخدها الجيش ويديها من الباطن ويطلع سماسه. طبعا مش هيبقى مكتوب حاجه طبعا. هو مش بيقولوا ان هو اتنازل عن نص ثروته لمصر؟ اهي مصر اهي، انت شايفها. ايه رايك في العمار اللي احنا فيه؟ احنا شغالين امن، اتكلم بقى عن نفسي، شغالين امن ب 1600 جنيه 12 ساعه من 7 ل 7 ماشي، ب 1600 جنيه وانا عندي ولدين. الولدين دول واحد فيهم في سنه 5 ابتدائي بياخد ب 600 جنيه دروس، ب 600 جنيه. انا فرحت ان هو نجح الحمد لله، ما سقطش يعني، كده وفر عليا 600 جنيه. انا لوحدي بصرف 35 جنيه وانا قاعد هنا في ال 12 ساعه، لو حسبتهم هيطلعوا 1400 جنيه. 1400 جنيه من 1600 اتفضل 200 جنيه امشي بيهم بيتي. ما انا بس انا عايزك تتخيل يعني الموقف اللي انا فيه، بروح سالف 1000 جنيه عليهم، يعني كل سنه بستلف مثلا 12000 جنيه عشان امشي بيتي. ايه رايك في البلد الجميله اللي احنا فيها دي؟ وهفضل اصبر لحد امتى؟ هو انا بكلمك اهو، بجيب لك من الاخر. انا دلوقتي اصبروا ومش هناكل وهنجوع. طب احنا هنجوع ولادنا. اروح مكسر حيطاني الشقه اللي انا قاعد فيها، الحمد لله انا قاعد في بيت ابوي، اكسر حيطاني الشقه اللي انا قاعد فيها واكلها لاولادي عشان نصبر، عشان مصر تتعدل. مصر عمرها ما تتعدل. صفر والله خالص بقى، مفيش اي حاجه. الدنيا بالسالب اصلا يعني، مفيش اي حاجه حصلت في الفتره اللي فاتت، بالعكس الدنيا بقت اسوأ بكتير من قبل كده وربنا يستر علينا يعني. هو البلد دي رايحه في داهيه كده كده يعني، ان شاء الله يعني ما قطعش ان شاء الله يعني الواحد كان عايز حاجات كتير، بس خلاص اصلا من بعد ما يعني من بعد خلاص ما الثوره فشلت، خلاص مش مستنيين حاجه يعني. بس هو اكيد هيترشح، هو هيسيبها، هو هيروح فين؟ ما هو قاعد، هيروح فين يعني؟ كشف الحساب ده الفلوس راحت فين اصلا؟ ما حدش استفاد منها بحاجه. طب مين هيحاسبه؟ ما هو السؤال مين هيحاسبه؟ ما هو اللي بيحاسب نفسه، مين بيدور وراه؟ والله يعني احنا نمشي ونشوف بقى، يعني هو هيبان، لو في حاجه هيبان، بس مش في انجازات
ما هو انجازات، ما هو الانجازات دي في حاجات. والله كان نفسي في كل حاجه. دول 4 سنين يعني، دي مش فتره قليله يعني. هي البلد خربانه وهو خدها على الصفر، بس يعني ال4 سنين ده على الصفر، بس مش هاخدها انزلها تحت الصفر يعني. على الصفر لا طبعا كنت ممكن اعمل حاجات كتيره يعني. كان ممكن يعني اقل واجب ما ممشيش كده الاقي الناس بتشتم في بعض. هي الناس لو فرحانه هتشتم في بعض. يترشح بس معهوش الناس اللي معاه بقى يعني. هو اصل بص، انا مش هظلمه واقول هو اللي عامل، نقول بقى الناس اللي معاه هي اللي عامله، يبقى يترشح من غيرهم. بس انا بقول ان هو مش هيعرف يسيبهم فما يترشحش. والله شايف ان احنا دلوقتي بقينا في حاله صعبه جدا. الاسعار نار. هو اي نعم كرئيس عسكري حافظ البلد، بس الاسعار حضرتك نار. يعني الاسعار نار، مفيش رقابه على الاسواق. حتى لو هو ترشح تاني في ناس هتنتخبه لان هو راجل حافظ البلد. بس احنا دلوقتي بنقول له يا ريس الاسعار، الناس ما عرفاش تعيش حضرتك خالص. كل يوم الاسعار في الطالع. شايف في انجازات؟ انا شايف انجازات في المشاريع اللي هو عاملها، يعني عامل مشاريع حلوه وشغال. بس المشكله في حاجه واحده بس، ان هو سايب الشعب مطحون. يعني في ناس حضرتك مش لاقيه خالص، فانا بقول له ان هو عامل انجازات. هو عامل انجازات، بس بيعمل انجازات ومشاريع ومش باصص للشعب اللي هو مش لاقي قوت يوم، اللي هو مطحون في الشارع. كشف الحساب ظاهر عين الحقيقه لكل الشعب. كل الناس شافت كشف الحساب كل الناس طلع على كشف الحساب على جدته. الموضوع مش مستاهل كشف حساب. شايف انجازات موجوده؟ مفيش اي انجازات حصلت ولا اي انجازات هتحصل. كان نفسك يبقى ايه موجود في الكشف ده وللاسف مش موجود؟ حاجات كتير طبعا. اول حاجه قالها انا عايز اغني الناس، عايز الناس تعيش عيشه كريمه. الناس بتاكل من الزباله. هيترشح وهيكسب لوحده، محدش داخل قصاده غير اي حد برافان كده، اي حد كرتوني يعني. يا ريت يا ريس تعيد حساباتك. خلوا ممكن يقدم ايه كشف ممكن يقدمه؟ لا هيقدم طبعا، لازم يقدم كشف حساب يعني. اكيد طبعا الانجازات اللي عملها، ايه المطلوب طبعا الايام القادمه يعني. ايه البادجت اللي هو المفروض هيحطها مثلا، ايه اكيد طبعا يعني. ايوه، ايه هي انجازات الرئيس بقى؟ والله انا شايف طبعا في انجازات طبعا، ومش عايزين نقول ان هي مش كل اللي بيعملوا طبعا انجاز، بس في انجازات. المباني، الكباري، المناطق الجديده، المدن الجديده اللي عملها. بصراحه الطرق انا شايف ان هي افضل حاجه كان هو انجز فيها يعني. بس هو وعد بوعود كتير جدا، ايه الوعود اللي نفذها؟ هو بص، هو السيسي مش نازل من السماء يعني. هو في الاخر برضو في وعود نفذها وفي وعود ما نفذهاش. هو اللي بيقدر بصراحه، اللي انا شايفه يعني من وجهه نظري الشخصيه، اللي بيقدر يعمله بيعمله. بالنسبه للانجازات اللي تمت في البلد، بالبنيه التحتيه، المشروعات الجديده اللي تمت في البلد، الاصلاحات اللي هي تمت. كان في طبعا مشاكل كتير قوي في البلد، فلازم يكون فيها اصلاحات، وتمت الاصلاحات دي ان شاء الله يعني يكون خير باذن الله. ويا ريت يكون فيها تظبيط للاسعار، لحسن احنا خلاص الاسعار يعني بقينا نجور على الضروريات في البيت، مش عارفين نعمل ايه. والله كشف الحساب دوت هو اللي هيدي الدرجات بقى باذن الله ان شاء الله، ويكون كويس وربنا يوفقه. يعني احنا نتمنى ان كل رئيس يجي البلد ربنا يوفقه ان شاء الله. البلد اثقالها كتيره جدا ومشاكلها كتيره قوي قوي، والناس فيها تعبانه، فهي محتاجه باذن الله ان كل من يتولى الامر فيها ان هو يحاول يعمل تخفيف الاعباء دي كلها ويتقدم ببلدنا ان شاء الله على المستوى الداخلي والخارجي. صفر والله خالص بقى، مفيش اي حاجه. الدنيا بالسالب اصلا يعني، مفيش اي حاجه حصلت في الفتره اللي فاتت. بالعكس الدنيا بقت اسوأ بكتير من قبل كده، وربنا يستر علينا يعني. هو البلد دي رايحه في داهيه كده كده يعني ان شاء الله يعني، ما قطعش ان شاء الله يعني الواحد كان عايز حاجات كتير، بس خلاص اصلا من بعد ما يعني بعد خلاص ما الثوره فشلت، خلاص مش مستنيين حاجه يعني. بس هو اكيد هيترشح، هو هيسيبها، هو هيروح فين؟ ما هو قاعد، هيروح فين يعني؟ كويس. عمل ايه؟ جوعنا. ما عملش حاجه غير انه جوعنا. ما قدمش انجازات؟ ما فيش. ايه الانجازات اللي عملها؟ يقول للشعب ايه الانجازات اللي عملها، ويسيب الشعب يقول رايه فيه، مش اكتر من كده. ربنا يستر علينا يعني. هو البلد دي رايحه في داهيه كده كده يعني ان شاء الله يعني، ما قطعش ان شاء الله يعني. مش بيقولوا ان هو اتنازل عن نص ثروته لمصر؟
اهي مصر اهي انت شايفها. ايه رايك في العمار اللي كل الناس طلع عليها كشف الحساب على جدتها. الموضوع مش مستاهل كشف حساب. بتجيب السكر بكام؟ هتتجوز بكام؟ انت هتتجوز بكام وازاي؟ انهي انجازات؟ بطلوا تضحكوا على الشعب وعلى الناس، حرام عليكم. فين الانجازات؟ البلد عماله تنزل.